سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقترح عليكم بسيطله ديال الدجاج والكاوكاو، بسيطلات فرديين صراحه كيجيو غزالين. نبداو بالمقادير والطريقه في نفس الوقت. هنا عندي دجاجه اللي انا ديجا مشرملاها. الصراحه ملي كنجيب الدجاج من عند مول الدجاج كنغسلو مزيان بالملح والحامض وكنشرملو، كنخليه في المجمد. وقت ما بغيت الدجاج كنجبدو وكيكون شارب العطريه ديالو، وهكا اي وصفه درتي فيها الدجاج كيجي فيها بنين. غنزيد هنا العطريه، غنزيد نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم. صراحه ما غنزيدش الملحه حيت انا الدجاج راه غسله بالملحه، داكشي علاش ما غنزيدش الملحه. وغنزيد نص كاس ديال الزيت. عندي هنا 4 ديال البصلات كبار اللي شلطتهم رقاق، وغنزيدهم على الدجاج ديالي، وغندير المكونات كاملين يتشحروا فوق البوطه. صراحه ممكن نزيدوا حتى السمن، انا ما كانش عندي متوفر، كيعطي للدجاج واحد البنه رائعه. ممكن نزيدوا حتى الحامض مصير هكا محكوك. من بعد ما تشحر لي داك الدجاج غادي نرويه بكاس صغير ديال الماء. صراحه ما بغيتش نزيد الماء بزاف حيت البصله باقي غتطلق الماء ديالها. صافي، وغادي نسد الكوكوط ديالي حتى يطيب الدجاج. صراحه انا نسيت القرفه وزدت معلقه كبيره ديال القرفه حتى هي كتعطي لديك المرق واحد اللذه روعه. ومن بعد ما طاب هذاك الدجاج ما نعاودش لكم على المرق ديالو، كيجي خاتر وزوين. المهم غادي نحيد دوك الطريفات ديال الدجاج، غنديرهم في شي طبسيل باش من بعد نفرتتهم. اما المرق هو اللي غنزيد عليه البيض. المهم هنا درت المرق فوق البوطه وغنزيد عليه ان شاء الله 8 ديال البيضات مع التحريك المستمر باش داك البيض ما يتجمعش. صافي كنحركوا داك البيض والمرق بشكل مستمر حتى كيطيب لينا داك البيض مزيان وتنشف لينا ينشف لينا داك المرق من الماء. ولا ممكن تصفيوه هكا بصفايه. انا الصراحه حتى طاب داك البيض عاد باش صفيته بصفايه كيف ما كتشوفوا. وفي نفس الوقت راه وجدت الكاوكاو اللي حمرته ونقيته وطحنته مع سكر فانيلا ولا الفاني والسكر كلاصي باش نوجد كل شيء في طاوله العمل. صافي، ونبدا نعمر دوك البسطيلات ديالي كيف ما موضح في الفيديو. كناخذ ديك الورقه البسطيله ديالي كندهنها مزيان بالزبده باش ما تنشفش، وكنفرشها هكا شي طبسيل يكون السطح ديالو غارق شويه، وكنوزع عليه دوك الدجاج. انا صراحه مازال غنضوب لهم باش يكون الكاوكاو هو اللي تيكون في الاول. غنزيد البيض، طبقه الدجاج، طبقه البيض، ومن بعد غندير طبقه ديال الكاوكاو. نزيدو الكاوكاو صافي، ونجمع البسطيله ديالي وندهنها مزيان بالزبده من الفوق. انا صراحه كنضوب لها باش تجي هكا مرقه. صراحه راه كتجي عمره مزيان حتى هاد البسيطلات الصغار تيكونوا عمليين على البسطيله الكبيره ومتيولين. كنجمع ليها هكا الجنيبات. صافي، وكنحطها في شي صينيه هكا حيت مازال غنضوب لها، مازال غنزيد عليها ورقه ديال البسطيله وحده اخرى.
ونكمل الكمية ديال الدجاج والبيض والكاوكاو بنفس الطريقة. من بعد ما عمرت البسطيلات ديالي غادي نضبلهم بحال هكا مقلوبه. كنديروا ديك الجهه اللي فيها الكاوكاو اللي خاصها تكون لتحت والدجاج يكون الفوق، وكنجمع ديك الورقه ديالي الثانيه كيف ما موضح في الفيديو. صافي كنقلبها. المهم ضروري خاصكم تبقاو تدهنوها مزيان ديك الورقه باش تجي هكا مقرمشه وما تنشفش. صافي وندخلوها للفرن. انا صراحه غنطيبها في الفرن ديال الضو. قبل ما ندخلها للفران كندهنها بعدا مزيان بالزبده باش تقرمش هكا ودير لنا دوك اللون الذهبي، وغادي نتقبها هكا بسميتو بواحد البرا باش ما تنفخش. صافي وغندخلها للفران اللي غنسخنو بدرجه حراره 180 درجه، وغادي نخليها تقريبا شي نص ساعه. نشعل عليها الفوق والتحت. صراحه راه كيجيو مقرمشين وغزالين ديال تحمر الوجه، مناسبين بزاف للضياف. صراحه يمكن لك تخليهم حتى في المجمد، طيبيهم بحال هكا وديريهم في المجمد، وقت ما بغيتيهم كتخرجيهم تسخنيهم وكيجيو بحال يلاه مطيباهم. من بعد ما طابو زينتهم هكا بسكر كلاصي وبالكاوكاو مطحون والقرفه. لاحظوا معايا التقرميشه. وهذه كانت الوصفه ديال اليوم، نتمنى تجربوها وتعجبكم وبصحه وراحه.